كل شي بنعمله بالبيت اكيد بيكون اطيب بكتير من السوق، غير عن انه كلياته بيكون مواد طبيعية، ما في مواد مصنعة، ومعمول بنظافة وبعناية، حتى نتيجته غير كليا. حضرت جبنة الموتزاريلا وشوفوا المطة تاعيتها شي روعة، يعني كانت كتير عم بتمط. تعالوا شوفوا الطريقة كيف. اول شي عندي 4 لتر من الحليب. الحليب لازم يكون من البقرة دغري، اوكي. ما لا مغلي ولا مبستر ولا شي، دغري بتجيبوه من البقرة، بتحطوه على الطنجرة على النار، وبتولعوا على النايس لحتى يفطر الحليب. يعني تصيروا تحطوا اصبعكم تعدوا ل10، تكونوا بعدكم قادرين تتحملوا الحرارة. من بعدها بتضيفوا نص كوب خل وربع كوب حامض، وتبلشوا تعملوا هيدي الحركة اللي انا عم بعملها. بتجيبوا كل الحليب اللي عم يفصل على فرد ميلة لعندكم. هلا انا حسيت هيدي الملعقة مش كتير عم توفي بالغرض، فغيرتها بهيدي الملعقة اللي هي كمان مبخوشة، لحتى بس تجمعلي الدسم تبع الحليب وتزيح المي. ضل اعمل هيك وجمع الحليب تقريبا 4 دقايق لحتى تجمع عندي كتلة وحدة. كل الحليب يكون فصل، ويضل المصل تبع الحليب لحال، والجبنة والدسم تبع الحليب عندي مجمع لحال. تقريبا انواع كتير من الجبنة بتتحضر بنفس الطريقة ونفس المكونات، بس كل نوع جبنة إله من بعد هيدا الخطوة بيكون إله طريقة مختلفة عن التانية. الجبنة الموتزاريلا البيضاء يعني اغلب الاحيان ما منلاقيها هون عنا بلبنان، مش متوفرة دايما. دايما منلاقي الموتزاريلا الصفرا، مع انه الموتزاريلا البيضاء كتير طيبة وطعمتها غير، وحتى قوامها غير عن الصفرا. هلا من بعد ما جمعت عندي كل الكمية، رح حطها بمصفاية وبلش عصرها كتير منيح. هلا هو ما فيكن تستعوها بايدكن لانه كتير سخنة بتكون، بتعصروها كتير منيح مثل ما انا عم بعمل، وترجعوها على الحليب، على المصل تبع الحليب، وبتبلشوا بتمطوها بهيدي الطريقة اللي انا عم بعملها. هيدي العملية تقريبا اخدت معي 6 دقايق، ضليت اعمل هيك لحتى حسيت انه الجبنة صارت كتير عم تمط، يعني شي نص متر تقريبا. هلا بتشوفوا كيف. هلا انا عندي النار والعة على كتير نايس، يعني عليت الغاز لفوق لحتى يكون عن جد كتير شمعة. الهدف من الموضوع حتى ما يغلي الحليب واحرق ايدي، وبنفس الوقت بدي اياه يكون سخن لحتى تتعقم الجبنة، لانه ما تنسوا انه الحليب ما مغلي قبل، فضروري تتعقم الجبنة بالمي المغلية. وشوفوا هون كيف بلشت الجبنة عن جد كتير تمط. كل ما عملتوا هيدي الخطوات كل ما الجبنة حتمط معكن اكتر، ورح تطلع نتيجتها احلى بكتير. بتضلكن تكرروا هالعملية تقريبا 6 دقايق. بتمطوا الجبنة وبترجعوا بتضموها على بعضها. بعدين بعد 6 دقايق خلص بتحطوها بقلب مصفاية، تنطروها تفتر شوي، بتعملوها كمان هيك شوي بايدكن، بتجمعوها على بعضها مثل طابة، بتحطوها بقلب مصفاية لتصفي كليا من المي. 4 كيلو حليب عملولي تقريبا 490 جرام جبنة. هيدا الموضوع بيعتمد على دسامة الحليب اللي انتو عم تستعملوه. اكيد رح نعمل وصفة كتير طيبة بهيدا الجبنة، انطروا الوصفة، خبروني رأيكم واذا بتحبوا هيك اشياء تعملوها بالبيت، واذا بتحبوا ننزل وصفات جديدة للجبنة، وما تنسوا اللايك اذا عجبكم الفيديو.